وبإذن الله جل وعلا. ووالله لولا القسم ما ذكرت ذلك أبدا لولا أنهم أقسموا، ولن أذكر أحدا أبدا غير الذين أقسموا علينا بإذن الله. قبل رمضان مباشرة هذه أخت اتصلت بالشيخ مصطفى العدوي من الصالحات، أسأل الله أن يجعلها من الربانيات وأنا لا أعرفها. وقابلني الشيخ عند قناة الخليجية وقال: يا شيخ محمد، امرأة صالحة اتصلت علي وأقسمت بالله على أن أخبرك. ثم بعد ذلك حفظها الله أرسلت إلينا أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، يعني رأته بخلقته وخلقه، ثم قال لها: أوصيكم بالزغبي خيرا وأقرئوه مني السلام. هذه أعوذ بالله من تزكية النفس فإني أحقر من التراب الذي يوطأ بالأقدام. والأخ الذي أقسم علي من الكويت أسأل الله أن يبارك في عمره وهو من الصالحين وأعلمه وأثق في دينه، كنت قد فعلت أمرا بإذن الله جل وعلا في الأيام الخوالي لا يعلمه إلا الله، ما علمته زوجتي ولا علمه أولادي ولا علمه أقرب الناس، بل جعلته بيني وبين الله جل وعلا أتقرب به لمغفرة الذنوب الكثيرة. فاتصل الأخ في اليوم التالي وقال: والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وصافحني وقبلت يده وقال لي: أقرئ فلانا أي علي السلام وقل له إني أحبك في الله، وقل له إن العلامة أنك فعلت كذا وكذا، ووالله لم يعلمها إلا الذي فطر السماوات والأرض. والأخ السوري الذي أقسم بالله أنه دخل المسجد فدل على غرفة فدخل فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى العبد البسيط وهو يجلس بجواره فقال له: إني أحبك يا رسول الله، وقال: إني أحب هذا. أسأل الله العفو والعافية، فوالله إن جسدي ممتلئ بالذنوب من شعري إلى أخمص قدمي، وأنا أعتبر نفسي من أدنى وأحقر خلق الله جل وعلا، وأسأله أن يتوب علي. المهم هذه انتهيت منها بإذن الله جل